ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. شايفين منظر الغيوم الجميل دوت؟ طبعا انتوا عرفتوا دلوقتي انا بكلمكم منين. احنا رحنا راس البر، وحاجه جميله، ودي البلد الوحيده بصراحه اللي بنحب نصيف فيها. بحر جميل ومنطقه جميله وكلها جميله بصراحه، مدينه جميله جدا جدا يعني. قضينا فيها اسبوع، وانا مصوره لكم بقى كام حاجه كده منها، هنشوفها سوا مع بعض. ويلا بينا بقى نشوف، هوريكم ايه. بس منظر عوامات جميله والله، حاجه ترد الروح كده. يلا بينا بقى نخش على الفيديو ونشوف انا عملت ايه في الفيديو ده. وادي طريقي كده اهو للبحر بقى. بصوا ما شاء الله الشاليهات وجمالها. صورت الشارع بتاع راس البر. بصوا المدينة تحفة بصراحة، أحلى مدينة. وده جامع الرحمة ده أحلى منطقة بصراحة موجودة هنا للسكن جنبه. احنا ساكنين جنبه هنا، مفيش خطوتين. وهنا البحر اهو بقى، طريق للبحر هو دقيقتين بس مشي. وادي اهو وصلنا للبحر. بصوا جماله، بص مفيش موج ومفيش مية هادية ودافية. احنا بننزل الساعة 4 اصلا عشان الشمس تبقى غايبة كده شوية، عشان ما نقعدش نتلسوع من الشمس. بصوا الجمال، البحر بصراحة متعة، متعة لوحدها ديت. بصوا الجمال. بس بناخد قعدتنا بقى وبنمشي على الساعة 8 كده، 7 8 نكون الدنيا هادية برضو، في نور جميل برضو، غيام الشمس بتبقى حاجة جميلة قوي. هنا بقى دخلنا على شارع السوق بقى دوت. ده السوق اللي عند النيل. بصوا الشارع الجميل ده، بصراحة أحلى شارع فيك يا راس البر. تحفة، في كل حاجة اللي انت عايزاه، كله مستلزماتك كلها. يعني انا ندمت ان انا خدت شويه حاجات، ودي بنت العسل دي. انا ندمت ان انا والله خدت معايا حاجات كده من هنا من مصر، من القاهره يعني. ولكن هنا كل حاجه والله، حاجات جميله قوي. ده المطعم اللي احنا كنا فيه البيتزا، هتشوفوه في الاخر كده. وهنا بقى ماشيه في السوق. هنا ده حلواني حارات، بصراحه تحفه. انا جبت من عنده الحلويات، حاجه جميله وسعره مهاود. وناس محترمة جدا اللي شغالة فيه بصراحة. وكملنا طريقنا بقى كمان في السوق اهو زي ما انتم شايفين. حاجة كده ولا شارع خليج نعمة اللي في الخليج اللي في شرم الشيخ. بصوا الجمال هنا، الحاجة المعروضة وحاجات كويسة يعني، وسعرها كويس الحمد لله. وهنا بقى ده اللي بيلعب الأطفال اللي عايزين يقعدوا في العربيات كده يلعبوا بيها. وهنا الملاهي بعربيات برضو. الملاهي انتوا عارفينها طبعا. يعني في كل حاجة، شارع متميز من كل حاجة. أي حاجة في الدنيا هتلاقوه فيها، مفيش حاجة مش موجودة. حبيت بقى أقعد شوية على النيل كده. بصوا المركب الجميلة دي تحفة. ويا سلام لو كنت سايبه لكم الصوت، بس أنا مرضتش طبعا أسيب الصوت. بصوا الجمال، حاجة تحفة على النيل. قلت أقعد شوية كده أريح. وادي المراكب رايحة جاية رايحة جاية، حاجة تحفة، وموسيقى وأغاني وحاجات جميلة قوي. هنا بقى عايزه اقول لكم ان بتاع البطاطس ده يعني انسان من احسن الناس في راس البر. ده بابا عم احمد. ده بابا ابو احمد قصدي، بيعمل البطاطس. هو بصوا بيعملها بطريقه محترف بصراحه، ما شاء الله عليه. يعني انصحكم اللي ينزل هناك اول حاجه ينزل لازم يشتري البطاطس دي. حاجه روعه وطعمها تحفه، ومعرفش بيعملها ازاي. خبره بصراحه. بص انسان خلوق جدا وذوق جدا، وربنا يبارك له يا رب، ويعني ويوسع رزقه يا رب. يعني هو انسان محترم جدا. بصوا جمال البطاطس عاملها ازاي وشكلها التحفه دي. واي حد يقول لنا بس من طرف مدام سماح هنعمل له خصم وبطاطس هديه ان شاء الله. شكلها روعة بصراحة، معرفش اعملها ازاي. خبرة، انسان محترم جدا جدا. انصحكم اول حاجة تنزلوا عندها، هو عنده بيحط لها توابل جميلة قوي. بصوا هنا انا كملت بقى في السوق. بصوا الملاهي هي شارع السوق ده حاجة جميلة. هنا اقوى بارك المفروض، بس مكة بارك. بصوا دي لا يمكن استحالة هنركبها ابدا، يعني المنظر ده فظيع يخوف اصلا. فكملنا بقى شوية برضو كده لقدام. بصوا جمال الهدايا دي، من ضمن الهدايا اللي عايز يشتري هدايا. انا جبت آية طبعا عشان خطيبة بنتي، اسم خطيبة ابني. انا مش عارفة واكلة ايه، الباين البطاطس اللي عملت شغل في دماغي. وهنا ركبنا مركب، حاجة جميلة بصراحة. في النيل. بصوا النيل وجماله بالليل، حاجة تحفة، ومزيكا وموسيقى، حاجة جميلة بصراحة. هنا كانوا بيعملوا عروض كده، قعدنا نتفرج عليها. بس كذا عرض كده، بس انا طبعا ما صورناش الا عرض واحد كده، بس حلوة يعني، وفسحة ومتعة.
والمراكب حوالينا رايحه جايه. بصوا عمال بيعمل ازاي، معرفش بيعملوا الحركات دي ازاي. ومزيكا بقى وموسيقى يعني جميله قوي، حاجه جميله بصراحه. بصراحه انا كنت يعني مستمتعه جدا بالجمال ده. بصوا المنظر. قعدنا فيها برضو كده زي بتاع 17 دقايق كده في النيل رايح جاي كده، وبرضو يعني اسعارها بسيطة جدا. هنا بقى طلعنا بقى، نزلنا من المركب من النيل، قلنا بقى اكل ايس كريم كده، رول الايس كريم دوت. حبيت اصور اللي بيعمله يعني وهو بيعمل المنظر ده. قلت نشوف بقى المنظر ده بيتعمل ازاي. بصراحة خرافة هو كمان، يعني مش عارفة بيعملها ازاي بصراحة. لا روعة روعة روعة. بص عملها في ثواني، رول على طول كده، كذا رول وحطها في الكوباية. محترف بصراحة. معرفش بيعملوا الحاجات دي ازاي. وحط عليها الصوص بقى بعد كده، كانت تحفة وطعمة جدا بصراحة. كان ايس كريم روعة. انا اول ما دقته عجبني قوي، بس برضو يعني اسعاره غالية شوية، بس حلو يعني، تسلم ايديه. جبت هنا انا وبنتي وكلنا، عجبنا قوي. وهنا الملاهي اهي بقت تكملة شارع النيل، ولسه بقى كمان هوريكم. وهنا بقى قعدنا كده ناكل بقى بيتزا لان كنت جعانه بصراحه اهو. قلنا بقى ناكل كده بيتزا ونشوف. قلنا اخترنا مقاس، والله ده المقاس الصغير عشان تبقوا عارفين، ده المقاس الصغير بتاع البيتزا عندهم. المحل ده بالذات بيعمل بيتزا تحفه وخرافه بصراحه. احنا اصلا معاه يعني من اكتر من 20 سنه احنا بنروح ناكل منه البيتزا بصراحه. قعدنا كلنا بقى، قلنا فكرنا هناكل كله. بص بعد ما كلنا سايبين كل حاجه في البيتزا، ما قدرناش نكملها. وقلت له بقى طبعا لفها لي تيك اواي، خلاص شبعنا مش قادرين. بس يعني بيتزا تحفه بصراحه، كل واحد واخد نوع معين. هنا بقى بعد ما اكلت قلت اتمشى شويه، لقيتنا بتاع رسم حنه. رسم الحنه دي انسانه محترمه جدا وبنوته زي العسل، اسمها رسم فرحه. رسمه فرحه او رسم فرحه حاجه كده، بس هي انسانه خلوقه جدا وكويسه جدا. رسمت لي كده ايدي بكل حرفه بصراحه، يعني انا بشكرها بصراحه. بشكرها جدا على الرسمه الجميله اللي هي عملتها لي، وكتر خيرها والله، حاجه جميله وفرحتني والله. اهيت الرسمه جميله جميله وعجباني قوي. تحفه تحفه بصراحه. ابتدينا برضو نمشي كمان، ناخد بعضنا نتمشى في النيل، في شارع النيل. بصيت لقيت واحد ماسك بوبي كده زي ما انتم شايفين. بيصوروا جنبه، لا مستحيل طبعا. بعد كده مشيت لقيت برضو قلت اجرب التجربه دي اللي انتم شايفينها، اللي انا قلت لكم عليها. تجربه صعبه جدا وانصحكم محدش يجربها، لا 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 خالص. بصوا انا عامله ازاي وهم عمالين يضحكوا عليا وانا بعمل كده، ان شايفه حاجات بتوقعني وحاجات بترميني في حفر، وواحد كده بيطلع لي هيكل عظم. بس ما اعرفش، بحس ان هم بيسيطروا على الاعصاب بتاعه المخ، لان انا فعلا حسيت ان انا ما بخافش، بس انا حسيت ان كل ده قدامي فعلا، وبقيت خايفه جدا. بصوا المنظر، بقيت اقول طلعوا لي النضاره دي، مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اطلعها ازاي. وبس كانت تجربه جميله، بس انصحكم ما تعملوهاش بصراحه. انا قلت اشوف بيعملوا كده ليه، اشوف بيعملوا ايه. بس لا 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 لا، صعبه بجد. هنا بقى رحت عملت لهم عشاء في البيت كده، جمبري على سمك كده. قلنا ناكل كده اكله كده خفيفه. اهو بصوا العيش بتاع راس البر، بس هو العيش البلدي يعني، محدش يجيب من العيش التاني بصراحه، تعب لنا بطننا. هنا بقى كان تاني يوم رحنا اللسان. بصوا الهوا حتى مش ظابط الطرحه خالص، وعامل عمايل ما تنعمل، الهوا ده صعب قوي. بس هوا جميل بصراحه، احنا محتاجين كنا الهوا ده في القاهره. هنا دخلت على اللسان كده، بصوا مرج البحر يلتقيان، صدق الله العظيم. هنا بقى المنظر في الوقت ده الساعه 5 كان تحفه، كنت حاسه نفسي ان انا في الجنه. وهنا الفنار بتاع راس البر بتاع اللسان، حاجه جميله قوي، روعه بجد بجد. اول حاجه تعملوها لازم تروحوا هناك، حاجه جميله قوي اللسان ده، يعني مش قادره اقول لكم الفسحه دي تحفه تحفه. بصوا الهواء صعب جدا. كان نفسي يعني اشوف ايه اللي فوق في الفنار وكده، بس طبعا محدش بيطلع فوق طبعا. بس تمشينا كده وقعدنا فيه، وقعدنا نشوف الصيادين اللي بيصطادوا، منظر النيل، وسبحان الله البحر جنبه، حاجه روعه. هنا بقى خلاص تعبت، رحت رايحه بقى كافيه كده، قلنا ناخد اي مشروب وكده. انا يعني الحمد لله على كده، وخلصنا الفيديو، ويا رب يكون عجبكم الفيديو، واقول لكم باي باي. باي باي.